في فيديو النهارده هنتكلم على جرامر من ساعة ما نزل في مناهج الثانوي، وهو عامل قلق لمعظم الطلبة، وعامل مشاكل كتيرة بيتلخبطوا فيه، بل كمان بعض المدرسين بيلاقوا صعوبات في إن هم يوصّلوا المعلومة أو يثبّتوا المعلومة في دماغ الطالب، لإنه جرامر بيلخبط في بعض الصعوبات بتقابلنا في حل الأسئلة، وهو الفرق ما بين seem وmean وsuppose. أنا مستر محمد الصاوي، وفي أقل من 10 دقايق هاعرّفك الفرق بين ال3 ويالّا بينا. وتعالوا نشوف مع بعض أول verb معانا هو الverb seem. الverb seem اللي معناه يبدو. seem verb بمعنى يبدو. أول معلومة بقى خطيرة معايا وهي إن الverb ده ما يجيش في الأزمنة المستمرة. ما يجيش في الأزمنة المستمرة. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أقول is seeming. غلط، ما يجيش فين؟ في الاستمرار. ده مضارع مستمر. وكمان ما ينفعش أقول was seeming. ده برضه ماضي مستمر، ما يجيش فين؟ في الأزمنة المستمرة كلّها، سواء مضارع أو ماضي أو أي زمن في استمرار. يبقى verb seem أول معلومة خطيرة معانا وهو إنه ما بيجيش في الأزمنة المستمرة، يعني ما فيش حاجة اسمها is seeming وwas seeming وهكذا. المعلومة التانية والخطيرة برضه إن الverb ده ما يجيش في المبني المجهول، ما يتبناش المبني المجهول. طبعًا زي ما أنتم فاكرين الpassive اللي هو be past participle، يعني ما ينفعش أقول it seemed، ما ينفعش أقول it seemed غلط، ما تنفعش. وما ينفعش كمان أقول was seemed برضه ما تنفعش، عشان الverb seem ما يتبناش المجهول. يبقى أول معلومة معايا أو أول معلومتين مهمين جدًا الverb seem لا يتبنى للمجهول ولا ييجي فين؟ في الأزمنة المستمرة. طيب إيه كمان؟ بيقول لي طب كده هاشوف الverb ده إزاي؟ يعني أشكال الverb seem هتبقى عاملة إزاي لمّا أشوفها في الامتحانات؟ قال لي أول حاجة معاك الverb seem هييجي في المصدر، يا إما هييجي فيه اس، ده إحنا لو مضارع بسيط. طب لو ماضي بسيط هيبقى فيه ed يبقى seemed. يبقى هاشوف seem ب3 أشكال بس، وهي seem وseems وseemed، مش هاشوفها في استمرار ولا passive. طيب، طب عاوز أنفي الverb seem، عاوز أنفي الverb seem هنعمل إيه؟ قال لي كل الحكاية هتنفي بdon't وdoesn't وdidn't بس. don't وdoesn't وdidn't ورا الفعل فين؟ seem في المصدر، زي ما اتعودنا كده إن الverb seem هييجي في الأزمنة البسيطة بس وما يجيش في الأزمنة المستمرة. خلاصة seem لحد دلوقتي إن هو ما يجيش في الاستمرار، ما يتبناش مجهول، وهاشوفه يا إما في المصدر أو في اس أو في ed، ولمّا أنفيه يبقى هانفيه بdon't وdoesn't وdidn't. تعالوا بقى بعد كده نشوف تفاصيل أكتر على الverb seem. قال لي seem بييجي بعديه إيه؟ قال لي بييجي بعديه adjective صفة. طب تعالَ ناخد مثال she seems sad تبدو حزينة. she seems sad يبقى seem بييجي بعدها إيه؟ adjective صفة. طب إيه كمان؟ قال لي to be adjective to be وصفة. مثال كمان she seems to be worried تبدو إن هي قلقانة. she seems to be happy تبدو سعيدة وهكذا يعني. يبقى seem to be صفة أو seem صفة. إيه كمان؟ قال لي seem to مصدر. seem to مصدر. تعال نشوف مثال علي seems to have much work. علي يبدو إن عنده شغل كتير. يبقى seem to مصدر. seem to مصدر برضه يبدو إن في حاجة إيه هتحصل في المستقبل غالبًا يعني. عندي كمان seem that وlike وas if بس دي بييجي وراها جملة. يبقى تاني seem that وlike وas if بييجي وراها جملة. وقبل ما ناخد مثال عاوز أقول لك اللي لو ما استخدمش that أو like أو as if عادي جدًا ممكن يتحذفوا. يعني ممكن أقول إيه it seems أو it seemed like he didn't like the food. يعني يبدو إن هو ما حبّش الأكل. طب لو حطيت هنا بقى إيه، شايف like ممكن أشيلها خالص وما استخدمهاش عادي. أو that نفس الكلام، لو that أو إيه، أو like وas if موجودين ممكن أحذفهم ما يستخدموش. يبقى سين بعديها إيه، صفة to be صفة to مصدر that وlike وas if وجملة، وممكن أحذف that وlike وas if. عندنا بقى صيغة تانية اسمها seem to be ing. seem to be ing الصيغة دي بتستخدم في إيه؟ بُص في ing يبقى الverb ماله في حالة مستمرة. يعني الصيغة دي بتستخدم عشان أوصف حاجة بتحصل بإيه، باستمرار. تعال نشوف مثال كده the baby seems to be crying. the baby seems to be crying يعني الولد يبدو إن هو بيعيّط. إمتى بقى؟ دلوقتي now. عشان كده seems to be ing أو seem to be ing دي تُستخدم عشان نوصف الحالة المستمرة في الوقت الحالي طبعًا. طيب عندي صيغة تانية اسمها seem to have past participle. seem
to have past participle. واضح برضه إن إحنا معانا have تصريف تالت، فبالتالي هنفتكر دايمًا الأزمنة التامة أو المضارع التام، عشان كده الصيغة دي بتستخدم عشان أخمّن حدث، تخمين حدث إيه، حدث إيه قد تم من فترة قصيرة، يعني حدث لسه حاصل من فترة قصيرة لو فاكرين زمن المضارع التام. تعالوا ناخد مثال مع بعض. She seems to have forgotten her keys. تبدو إن هي نسيت مفاتيحها. يبدو إنها نسيت مفاتيحها. يبقى هنا have to have forgotten to have تصريف تالت، يبقى الحدث ده حصل من فترة قصيرة زي المضارع التام بالضبط. طيب بعد كده عندنا بقى حاجة آخر حاجة في seem، وحاجة اسمها there seems to be وراها اسم مفرد، وحاجة اسمها there seem to be وراها اسم جمع. يبقى there seems to be with there seem to be. لاحظ إيه الفرق هنا؟ إن في اس، فبالتالي بييجي بعديه اسم مفرد، هنا ما فيش اس، فبالتالي اسم جمع. طيب تعالَ نشوف أمثلة برضه. There seems to be a mistake in this report. يبدو أن هناك خطأ في هذا التقرير. لاحظنا إن وجود الS هنا، فبالتالي اسم مفرد ييجي بعدها. طيب بعد كده مثال تاني there seem من غير S بقى في المصدر to be mistakes. لاحظنا هنا في إيه؟ هنا في جمع، فبالتالي ما فيش S في seem. يبقى there seems to be اسم مفرد، there seem to be اسم جمع، وبكده نكون خلصنا seem. وتعالوا نروح مع بعض الverb mean. عندنا الverb mean بقى معناه إيه؟ ليه معاني ياما أوي. الverb mean معناه يقصد أو يعني أو ينوي، كل دي معاني الverb mean. تعالوا نشوف مع بعض إيه مثال، ومن خلال المثال نشوف معناه هنا إيه. أول مثال بيقول لي do you mean that I am lazy؟ do you mean هو أنت إيه تقصد إن أنا كسلان؟ يبقى هنا mean بمعنى يقصد. طب تعالَ نشوف مثال كمان. What does this word mean؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ يبقى المعنى التاني للverb mean يعني. طب تعالَ نشوف مثال كمان، ومن خلال المثال هنفهم المعنى برضه. He didn't mean to injure you. هو ما كانش mean to injure you. هو ما كانش يقصد أو يتعمد أو ينوي إن هو يجرحك أو يأذيك. يبقى he didn't mean to injure، يبقى mean to مصدر معناها إيه mean to مصدر mean to والمصدر معناها ينوي أو يقصد أو يتعمد برضه. طيب بعد كده عندنا كمان winning the match means practicing hard. الفوز بالمباراة means يعني practicing hard، يعني كمان ممكن كمان means ييجي وراها ing، وفي الحالة دي يبقى معناها يتطلب أو يستلزم. يتطلب أو يستلزم ده الverb mean بيجي وراه ing لما يكون معناه يستلزم أو يتطلب. يبقى mean معاني ياما، يقصد، ينوي، يتطلب، يستلزم. في مصطلح مهم جدًا أو expression مهم جدًا اسمه be meant to مصدر. be meant to مصدر. verb to be بتاعنا اللي هو am is و are في المضارع was were ما تنساهوش. be meant to وراها مصدر، دي بتستخدم عشان إيه بقى؟ قال لي دي بتعبّر عن الإلزام أو الضرورة. إلزام أو الضرورة. طب تعالَ نشوف مثال. you are meant to start work at 7. معناها أنت لازم أو من الضروري إنك تبدأ شغل الساعة 7. يبقى are meant to معناها ضرورة أو إلزام. are meant to وراها وراها مصدر، ما تنساش وراها مصدر. يبقى are meant to وراها مصدر معناها ضرورة وإلزام. ممكن أستخدم كمان be meant to عشان أعبّر عن تاني؟ قال لي عشان تعبّر عن الpurpose أو الintention أو الغرض أو النية يعني. الغرض أو النية. تعالَ نشوف مثال. This story القصة دي is meant to teach a lesson. القصة دي الغرض منها إن هي teach a lesson تعلّمنا درس أو مغزى أخلاقي من القصة. يبقى is meant to وراها مصدر تعبّر عن برضه عن الغرض أو النية، بالإضافة اللي إحنا قُلنا في الأول بتعبّر عن الإلزام. طب تعالَ نشوف بقى مع بعض صيغة المبني المجهول إزاي أجيب be meant to في الpassive. قال لي هتحط be meant to زي ما هي وتحط بعديها be تصريف تالت. يبقى be meant to be تصريف تالت، يبقى دي صيغة الpassive، صيغة المبني المجهول في الexpression بتاعنا be meant to. طب تعالَ نشوف مثال برضه. The homework is meant to be finished by tomorrow. The homework is meant to be finished by tomorrow. يعني الhomework من المفترض أو من اللازم يعني من الضرورة إن هو be finished. بُص be finished إن هو يخلص أو ينتهي قبل بُكرة. طب مثال كمان بيقول لي the medicine الدوا is meant to الدوا لازم. طب لازم بقى be taken يتاخد after meals بعد الوجبات. يبقى is meant to
وراها be تصريف تالت، دي صيغة المبني المجهول في المصطلح بتاعنا اللي هو من الضروري أو من الإلزام. وتعالَ نشوف مع بعض صيغة جديدة من صيغ verb mean وهو be meant to be ing. تاني be meant to be ing. إيه التركيبة دي؟ برضه واضح من إيه، من إن في الآخر ing، فأكيد حدث إيه، حدث مستمر، عشان كده الصيغة دي بتستخدم بتدل على حدث مستمر دلوقتي في الحاضر. تعالَ نشوف مثال. You are meant to you are meant to be studying your lessons. معناها إنك المفروض دلوقتي أو المتوقع إنك تكون بتذاكر دلوقتي دروسك. يبقى are meant to be studying معناها حدث بيحصل دلوقتي، عشان كده حطينا بعد آآ to be ing. يبقى you are meant to be ing معناها أنت من المفترض إنك بتذاكر دلوقتي، تمام. بعد كده عندنا صيغة تانية وهي be meant to have تصريف تالت. be meant to have تصريف تالت برضه في إيه have تصريف تالت هنا، دي صيغة تامة، يعني بتعبّر عن حاجة حصلت برضه من فترة زمنية قصيرة زي المضارع التام زي ما اتفقنا، عشان كده الصيغة دي بتدل على حدث من المفترض إنه تم بالفعل. تعالَ نشوف مثال. you are meant to have prepared everything. معناها أنت من المفروض إنك have prepared حضّرت كل شيء. يبقى be meant to have تصريف تالت حدث تم بالفعل، لكن be meant to be ing حدث مستمر دلوقتي. وتعالوا بقى نروح مع بعض المفاجأة، اللي عندي حاجة اسمها be supposed to مصدر. be supposed to مصدر. إيه المصطلح ده بقى أو إيه الexpression ده؟ قال لي تخيل كده المفاجأة، إن المصطلح ده بيساوي be meant to زائد المصدر. be meant to زائد المصدر. إذًا الخلاصة إيه؟ كل اللي قلناه دلوقتي على الverb mean أو الجزء بتاع be meant to مصدر، هينطبق بالضبط على be supposed to مصدر. استخدام be supposed to برضه بتعبّر عن الضرورة أو من المفترض، وكمان ليها استخدام تاني توقُّع وترتيبات في المستقبل. ليها استخدام تاني توقُّع وترتيبات في المستقبل. تعالَ نشوف مثال. Students are supposed to arrive on time. الطلبة من المفترض إن هم إيه، يوصلوا في ميعادهم. طيب هنا بتعبّر عن إيه بقى المثال ده؟ المثال ده بيعبّر عن يا إما من المفترض أو بتعبّر عن التوقُّع، أو هم متوقّع لهم إن هم هيوصلوا في الميعاد المناسب بتاعهم. تعالَ نشوف مثال تاني مع بعض. The medicine are supposed to be taken after meals. يعني إيه؟ الدوا لازم يتاخد بعد الوجبات، برضه نفس الكلام بتساوي be meant to. إذًا خلاصة الدرس بتاعنا إن be supposed to بتساوي be meant to، وبكده نكون خلّصنا أرخم grammar في أقل وقت ممكن زي ما قُلنا لكم في الأول. وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.